غير قادرة أو غير جاهزة على استضافة كأس أفريقيا أو كأس العالم، لا بالعكس جاهزة، والملاعب أعتقد جاهزة يعني، والشغل مميز كذلك. تتكلم عن ملعب قادية، تتكلم عن ملعب مراكش، تتكلم عن مركب محمد الخامس، تتكلم عن ملعب مولاي عبد الله في الرباط، تتكلم عن بني سليمان، تتكلم عن اتحاد طنجة أو ملعب طنجة، ملاعب كثير. واعتقد البنية التحتية مميزة كابتن أشرف طبعًا في المغرب. طبعا. وما شاء الله عليك، انت سرت وزرتها وشفتها والله زرناها والحمد لله على السلامه. الله يسلم. ان شاء الله زياره موفقه وطلعت فيها وتنقل بناء على اللي شفته يعني. بالضبط اللي نشوفه طبعا مش على معلومه. لا خلال زيارتنا الميدانيه الملاعب جاهزه. نعم ان شاء الله نعمل حلقه كلنا هناك ان شاء الله يا رب العالمين. خاصه للمباراه المهمه طبعا هي بين الوداد والسد في كاس الاحرار. بالتوفيق ان شاء الله للفريقين، والتوفيق ان شاء الله لفريق الوداد اللي عسكر في تركيا مع المدرب بن هاشم. صفقات كبيره طبعا ابرمتها اداره فريق الوداد، معسكر في تركيا، مباراه اعتقد بتكون في الدوحه مع السد، ومن ثم طبعا المعسكر القادم حسب معلوماتي الشخصيه في مدينه الجديده. الوداد بنيو لوك في هذا الموسم، اعتقد بيكون مختلف في هذا الموسم فريق الوداد بدعم من جماهيرها الكبيره العاشقه لوداد الامه، الفريق الكبير في المغرب. مع بن هاشم اعتقد بيتغير شكل فريق الوداد في هذا الموسم. حمله كبيره على اشرف حكيمي، احنا قلنا طبعا ديما حكيمي، اشرف حكيمي، قلنا ندعم اشرف حكيمي، ندعم جميع اللاعبين العرب اللي طبعا يشاركون في الدوريات الاوروبيه او كذلك الاجنبيه، وخاصه طبعا اشرف حكيمي اللي دائما بار والدته دائما ينتصر. نتمنى ان شاء الله ان الموضوع ينتهي، ونتمنى ان شاء الله تكون الجائزه من نصيب اشرف حكيمي، رغم الاعلام الفرنسي يرغب ان تكون الجائزه طبعا لديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، ولكن نحن كعرب نتمنى تكون الجائزه لاشرف حكيمي. تفضل. الشجره المثمره نعم دائما شو يصير فيها؟ تتحدث ترمى صحيح. فاليوم هذا الرجل، هذا لاعب، هذا نجم عالمي، نعم، اعطى كل ما يملك في مساعدة فريقه الى التتويج باعلى البطولات، ورقم صعب جدا على مستوى المنتخب. هذا مشرفنا جميعا. اليوم انا ما اقدر ادخل في اخلاقيات انسان. نعم صحيح. اليوم رجل الاخلاقيات هذه اليوم اسمى واكبر في تختزل في الكابتن اشرف حكيمي. تصفية الحسابات، وقبل موضوع الجوائز والتسليط الاضواء والاخبار المزيفه والاتهامات هذا، تشعرك ان هناك في مخطط مدروس بعنايه لاجل الاضرار باشرف، التاثير على تتويج اشرف حكيمي بالجائزه. صحيح. انا استبعد ان كابتن اشرف حكيمي يقوم بمثل هذه الاعمال. رجل اليوم نحن نشوف كيف علاقته مع نعم، اليوم ما في انسان معصوم من الخطا، كلنا خطاؤون في هذه الحياه وفي هذه الدنيا، ولكن في مثل هذه الامور كابتن، وفي هذا الوقت تشوف متى الخبر وتشوف متى الوقت. يعني انت لما تربط التفاصيل في بعضها تشوف ان في شيء مو بصحيح. طبعا انا بتفق تماما مع كابتن عادل في تحليله اللي فيه حاجه. احنا دلوقتي بنقيم اشرف حكيمي سؤال واحد بس كاحسن لاعب، حصل على كل البطولات ولا ما حصلش؟ نعم. شارك في كل البطولات بايجابيه ولا ما؟ نعم. انا بكلمك بقى في الملعب، هل يستحق في الملعب؟ يستحق. واحنا حاسبنا ميسي على مش عارف ايه، ولا حاسبنا رونالدو على ظهوره فين؟ مش معنى لما بتيجي عند اي واحد فخر عربي بتبدا وازاي تصريح امبابي يجي في الوقت ده بالذات. تصريح امبابي اصله مش عارف ايه، بس هو مؤدب. لا يليق. احنا دلوقتي بنتكلم كوره بعيدا عن اي حاجات خارجيه. اشرف حكيمي يستحق ان يكون على منصه التتويج كاحسن لاعب عربي، وفخر مش للمغرب بس، ده فخر لكل واحد عربي. اشرف حكيمي ما كانش بيشارك بس في كل النهائيات في بطوله اوروبا، كان ليه
مساهمات. فقبل نهائي كاس العالم كان ليه مساهمات مع سان جيرمان لغايه ما وصلوا نهائي كاس العالم. صحيح. في الدوري، في الكاس، في السوبر الفرنسي كان ليه مساهمات أكيد. ايجابيه سواء باسيست او بهدف. نعم صحيح. طيب انا يعني اتمنى ان شاء الله التوفيق. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. اخوان ديالي كما شفتوا في العنوان اليوم غادي نتعرفوا على توقيت مباراة المنتخب المغربي، وهذه غادي تكون المباراة الثانية في دور المجموعات من بعد ما فاز المنتخب المغربي على منتخب أنغولا ب2-0، وهكذا خرج متصدر المجموعة الأولى. المنتخب المغربي كان فاز على المنتخب أنغولا ب2-0، وقبل منها كان لعب منتخب كينيا مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وفازت كينيا صاحبة الأرض ب1-0، وهكذا المنتخب المغربي تيتصدر مؤقتا المجموعة الأولى. إخوان ديالي قبل ما نمشيو للمباراة اللي غادي يلعب المنتخب المغربي، المجموعة الأولى غادي يكون المباريات ديالهم يوم الخميس، لكن المنتخب المغربي ما غاديش يلعب المباراة كما في الجولة الأولى ما لعبتش المباراة ديال زامبيا، ما كانتش لاعبه في الجوله الاولى، لكن دابا المنتخب المغربي غادي ياخذ راحه في الجوله الثانيه، وغادي تلعب فقط زامبيا والكونغو الديمقراطيه وانغولا وكينيا. لكن المنتخب المغربي غادي يلعب حتى الجوله الثالثه اللي غادي تكون يوم 10 ان شاء الله، اللي غادي يلعب امام منتخب كينيا صاحب الارض والجمهور على الساعه 1 بتوقيت المغرب والساعه الثالثة بتوقيت مصر والسعودية، وهكذا غادي تكون مقابلة حاسمة أمام منتخب كينيا اللي سبق وفاز في المقابلة الأولى. نهار الخميس غادي نشوفوا المباريات بجوج، وغادي نسلطوا الضوء عليهم، وغادي نشوفوا شكون اللي غيفوز وشكون اللي غادي يخسر، وهكذا غادي نعرفوا نزيدوا نشوفوا على النظرة الأولى ديال المنتخبات كيفاش بانوا. لا منتخب أنغولا اللي واجهنا في الجولة الأولى، ولا منتخب كينيا أو الكونغو الديمقراطية اللي شفناهم في الجولة الأولى وشفنا كيفاش الأداء ديالهم كان، أو لا المنتخب اللي عاد يلعب المباراة الأولى ديالو منتخب زامبيا. وهكذا غادي نقدروا نشكلوا واحد الصورة، وغادي نعرفوا الخصوم ديال المنتخب المغربي المستوى ديالهم واش نفس المستوى اللي بانوا به في الجولة الأولى أو لا غادي تغير الوضع. إخوان ديالي نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي في الشوط في الجولة الثانية من المنافسات اللي غادي تكون الجولة الثالثة، لكن بالنسبة للمنتخب الوطني غادي تكون الجولة الثانية. للإشارة الإخوان ديالي في دور الجمعات غادي تكونوا 4 ديال المقابلات اللي غادي يلعب المنتخب الوطني، وهذا ما غاديش يكون سهل، وتنعرفوا الأجواء ديال إفريقيا اللي تحتاج أن اللاعبين يكونوا متواجدين من قبل، ويكون عندهم نفس طويل، ويكون عندهم اللياقة البدنية اللي قدوا يمشيو بها في هذه المنافسات الإفريقية. إخوان ديالي ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في راسكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من تشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، الى الملتقى باذن الله.